هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون والمستمعات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. هذا أنا صلاح محمد زين أحييكم وأصحبكم في ساعة اليوم الأربعاء 16 من ديسمبر، والتي سنخصصها لعرض جلسات اليوم الأول من الملتقى الوطني للتشاور، والذي عقد بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة ما بين 27 و29 من نوفمبر الماضي، بدعوة من منتدى الحوار الوطني. فإلى حيثيات جلسات اليوم الأول من الملتقى. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تدلاكنا لتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تدلاكنا لتعمر جرادينا. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تدلاكنا لتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تدلاكنا لتعمر جرادينا. كرت اللف من أنبل منتو قبلاتنا بطر، كرت اللف من أنبل منتو قبلاتنا بطر، لو قيود نايتو يهو نتساقم ونباسر، نقوش نقيس نتعلم وعبيل نتقوى العمر، نقوش نقيس نتعلم وعبيل نتقوى العمر، اقل فرح فتاينا وأبا يقل تحسر. مدردي بدي أفض عفينا للي وللي للي 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 للينا للي للينا مدردي بدي أفض عفينا
مدردي بدي أفوت عفين كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا صوت المنتدى. الجلسة الأولى هي ما يخص مكامن القوة والضعف لكل من المعارضة السياسية وللنظام الأريتري، وبما أنه مدخل رئيسي للحوار السياسي الذي يهدف إلى وجود الأرضية السياسية المشتركة بين القوى السياسية وصياغة استراتيجية للتغيير، لابد من معرفة القدرات الذاتية وكذلك التحديات التي أمامنا، وحتى يكون مدخلا لهذا الحوار الجاد وحتى يمهد لما سوف نحاوله في جلسة مغلقة للتنظيمات السياسية. اخترنا هذا الموضوع ومعي 3 متحدثين، المناضل مسفن حقوس، والمناضل السفير محمد نور أحمد، والدكتورة الماز. كل سوف يقدم 15 دقيقة في هذا الموضوع، ومن ثم راح يكون الحوار مفتوح. الذي مدرخ لتلاتة الآية مسفن حقوس. تقدمي لسرعة حيلي سرعة الدفن حيلات تقاوم بالملكة بفضل فترة حدا لسرعة الدفن سرعة حيلي معي حدا بوليتيكا وأكل كابلت سرعة نعم حدا بالفانسة يخطها لكان على حجين فتحن بحدا وغن على عملسن حقا الولنتين كانت خالد سرعة برتايا وحيلي سرعة الدفن على عملسن حقا الولنتين تمركز كلنا كمفرطة نفتحن فتحاولنا سويو مع عملسن حقا الولنتين المسلطان يمنا وحسل العنوان هو تحديد جوانب القوة والضعف للنظام والمعارضة. فبدأ للنظام يعني أي قوة يبقى النظام أو المعارضة يعني انبني على أساس قاعدتين. القاعدة سيادة القانون والعدالة دي واحدة، والثانية أيضا قيام القانون وبسيادة العنف. ده لأي قوة، وعليه نحن هذه القوة لما نجي يعني نقارن بها عن النظام بنجيب يعني في بريطانيا في قيام الدستور وقيام المنافسة الحرة والديمقراطية وقيام الانتخابات النزيهة وعدم إقامة منظمات مدنية ضاغطة. بناء عليه يعني أن النظام في إريتريا يستند إلى عدم الجماهير، إلى عدم دعم الجماهير، يستند على القوة الفردية المطلقة. فبعد ده بيجي يعني هو بيستخدم حزب هيجدف. أساسا هذا الحزب كحزب سياسي ما موجود، لكنه يستخدمه كأداة للسلطة، سلطة الفرد الواحد. فالمؤسسات الأمنية والجيش هم أدوات العنف للنظام
في مضايقة الأفراد والجماعات التي تعبر عن وجهة نظرها. فهذا النظام إذن يعني بني على أساس معاداة الجماهير. فالمعارضة الإريترية أيضا يعني لا تمتلك قوة ملموسة، فمشاكلها مشاكل المعارضة إذن عجز حشد قدرات الشعب. وجوانب القوة للنظام هو استغلال العواطف الوطنية للشعب باستخدام الخدمة الوطنية واستخدام سياسة فرق تسود في أوساط المجتمع، إفقار المجتمع الإريتري، واستقلال رفض الموقف الإثيوبي لترسيم الحدود. المعارضة، جوانب القوى للمعارضة هو عزل النظام من الشعب والمجتمع الدولي. اثنين يعني التفاف المعارضة في المهجر تجاه المعارضة. وضعف جوانب القوى المعارضة هو واحد يعني عدم قدرتها على توظيف جوانب قوتها. اثنين عدم قدرتها ترتيب الأولويات المرحلية. ثلاثة عدم تهيئة الأجواء المناسبة المتدرجة للمرحلة القادمة ما بعد إسقاط النظام. طيب، ما العمل لترجيح موازين القوى لصالح المعارضة؟ واحد، إن تحديد القضايا المتفقة والمختلف عليها عبر حوارات مستمرة، وتوظيف القضايا المتفقة وتأجيل القضايا المختلف عليها. اثنين، تحديد الأولويات المرحلية. ثلاثة، إقامة مظلة سياسية جامعة تضم كل القوى السياسية. أربعة، احترام الاستقلالية التنظيمية وتحديد اللوائح التي تنظم ذلك داخل المظلة الجامعة. خمسة، تهيئة للمرحلة ما بعد إسقاط النظام تتمثل في إقامة ملتقى وطني تضم كافة الشرائح الاجتماعية، وإقامة مفوضيات للدستور والانتخابات الوطنية. وشكرا. حامشاي درجة إسرائيل هاجراو سنيت من جملان أدلاي كل مزركة من الرجالون من حيالهم زقل كتأثار موسعين زتجبرون زكاتاتون أركالات مقام زين في أركالاي نعرف سرح الوجوه أزيه وجه لهرمون. عندنا تقدر نشوفه. هذا خوينا وين أنتنا دي زرقنا يويك مسلماي بعني أسي 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 أتم دكاي أتم دكاي أتم دكاي أتم دكاي هذا خنكم دا أتم دكاي سمير الليلو بادر البي وبعني أسي 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 أتنا دي أتنا دي أتنا دي أتنا دي هذا خوينا وين أنتنا دي زرقنا يويك مسماي بعني أسي 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 كنا فردودك يعرف مسيلي كنسافف عبقلاي عصبيلي كقال الدو فرس تغيري كزرع زعدي حقوس طيري كزرع زعدي حقوس طيري. الآن أرجع أخلي المنصة للسفير محمد رحمة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا يعني أنا سعيد جدا إنه هذا اللقاء وأيضا يعني هذا الحوار الجاري في الوقت الحاضر ويتناول حقائق يعني نعرفها جميعا، حقائق نعرفها جميعا، لكن لم نصل
حتى الآن إلى كيفية ترجمتها عمليا. ونقطة الضعف الأساسية فينا كمقاومة هي هذه النقطة. نقاط قوة للنظام ونقاط ضعف النظام وردت بشكل مفصل في كلمة المناضل مسلم حبوس، وكذلك في كلمة السفير عبد برهان ولد جرجيس، وأيضا تناولها المناضل حسين خليفة. فأنا الكلمة اللي أنا أعددتها ما تخرج من هذا الإطار، ولذلك إن أنا أقرأها يعني تكرار لما قيل، وبالتالي يكون تضييع وقت يعني المستمعين هنا. على هذا الأساس أنا أتفق مع الملاحظات التي طرحت في كلمة حسين خليفة وفي كلمة عبد برهان، وبالتفصيل في كلمة مسلم حبوس. لذلك يعني أكتفي فيما يتعلق بقوة ضعف النظام ونقاط ضعف المعارضة ونقاط قوة النظام ونقاط قوة المعارضة بالكلام اللي ورد. أطرح سؤال: إذا كان عرفنا مثلا يعني نقاط الضعف بتاع النظام ونقاط الضعف بتاعنا ونقاط القوة ونقاط القوة الكلينا، كيف ممكن نستثمر هذه الأشياء؟ هذا هو السؤال لحد دلوقتي احنا ما أجبنا عليه. وإلا نحن نعرف في مؤتمراتنا يعني تكلمنا عن هذه المواضيع، وفي مؤتمراتنا حتى حددنا يعني سواء كان على مستوى الأحزاب السياسية أو حتى على مستوى التجمعات السياسية، سواء كان التحالف أو بعدين المجلس إلى آخره. فأنا أرى أولا يعني الكلمات هذه تجمع، نفس الكلمات، كلمة مسلم وكلمة حسين وكلمة عبد برهان تجمع وتحفظ. ثانيا أرى أمامنا طريقين. الطريق الأول، والكل اتفق على وجود مظلة واحدة، لازم تكون في مظلة واحدة، الكل اتفق، لكن الآن لا توجد مظلة واحدة، لأنه المظلة الوحدة الموجودة هي مظلة المجلس، ومظلة المجلس في الآونة الأخيرة وصلت إلى عملية تعثر يعني قدام. خارج هذه المظلة في تنظيمات سياسية وفي منظمات مجتمع مدني ما تجمع بينها أيضا مظلة. أنا برى الآتي: التنظيمات الموجودة ومنظمات المجتمع المدني الموجودة خارج مظلة المجلس تجتمع هي الأخرى وتؤطر نفسها يعني في مظلة، ثم يتم لقاء بين المظلتين، مظلة المجلس والمظلة خارج المجلس، ويكون في حوار بينهم لإقامة مظلة مشتركة فيما بينهم على أساس تفعيل الكلام اللي قاعد يورد يعني. والشعب بتاعنا في الوقت الحاضر والله يائس، مش فقط اللي في الداخل، نحن ما نعرف في الداخل كيف لأنه معلوماتنا محدودة، لكن اللي برا. أنا موجود في أستراليا يعني أيام المؤتمر بتاع المجلس الأولاني لما ندعو الاجتماع تحضر مئات من الناس وتستمع ومستعدة كمان للدفع، ودفعت أيضا يعني تذاكر أعضاء المؤتمر بالإضافة إلى تبرع مثلا أيضا للمجلس. اليوم لما أنت تدعو للاجتماع بتاع المجلس عشان تنقله لا يجوك حتى 20 واحد، لأنه في يأس. إيش قاعد تعمل المعارضة؟ إيه الإنتاج اللي حققته لحد دلوقتي؟ تتكلم وبس. وده مش موجود فقط في أستراليا، موجود في كل مكان. عشان كده لازم ندخل في المجال العملي، وكفانا الكلام النظري الكثير اللي نحن بنتكلمه. وعلى هذا الأساس أرى أن التنظيمات الموجودة خارج المجلس ومنظمات المجتمع الموجودة خارج المجلس هي تجتمع وتشكل إطار، وبعد كده يكون في لقاء مع أيضا يعني المجلس، ويتم وضع خطة عمل لتجميع الطرفين، وبعد ما يتم تجميع الطرفين حتوضع خطة عمل لكيفية إزالة النظام.
يعني المراحل المختلفة. ما في حد مختلف إنه نسقط النظام، ما في حد مختلف إنه نعمل نظام ديمقراطي في إريتريا يعتمد على كافة الحقوق والحريات الأساسية اللي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. كلنا متفقين، لكن مختلفين في قضايا بسيطة، عاجزين نحن كيف نجمع بعضنا من بعض، لأن كل واحد يقول من بعضه يا أنا اللي أقول له يسمع يا بلاش، وعشان كده ما قدرنا نجمع. لازم يكون في تنازلات، التمسك بالرأي والى درجه انك انت مثلا يعني تضع عقبات امام الناس تجتمع، هذا في حد ذاته تخلف. لانه المفهوم الليبرالي هو انت تتفق على تاخذ الاشياء اللي انت تتفق عليها، الاشياء اللي تتفق عليها تخليها جانب، يمكن بكره تتفق عليها اذا اختلفت عليها بكره، لانه تجي احداث تؤكد يعني صحتها. لذلك انت تفعل وتعمل يعني الاشياء اللي انت اتفقت عليها. انا ما عاد اطول عليكم الحديث، وبالتالي انا اختم كلامي بهذا واقول ندخل في المسائل العمليه وكفانا تنظير، وشكرا جزيلا. كنفر دولك يعرف مسيلك كنسافف عبقلاي عصبيلي كقعد الدو فرس تغيري كزرع زعدي حقوس طيري كزرع زعدي حقوس طيري مغمبي عدلك ناخذ علي مرادي عتق اللبلالي هاي تجي شدي فرس كنجن كدكني علي أفكن داخل كدكني علي أفكن داخل وبلبي لو من كاتر كيسا داس ماي بيتنا ست تنسنيسا كبسر نقلان خبسا حقوسي حقوسهم كلها نسا حقوسي حقوسهم كلها نسا كمان بيرانم بيرقصاكل كنزا سيقنا بيسا مدنكل والقل باركا خمنا بيكي نادر عدواي حقوسي كنقر عدواي حقوسي كنقر أنتم دكي كلمة دكتور ألماس في البداية تقدم الشكر للمدرخ على تهيئته بهذا المنبر، وخاصة للأخ شنقب، وبرضه استرسلت في المستجدات المتسارعة في الإقليمية والدولية في المنطقة والظروف الأوضاع المتردية الداخلية لإريتريا وما تعانيه المعارضة من جوثن وما يتطلع إليها الشعب الإريتري، وخاصة أنه الجماهير الإريترية في المهجر يعني بدأت من الوقت تنخرط في المعارضة وتطلع على شكل بمظاهرات سلمية تأييدا للتغيير الديمقراطي المرتقب في إريتريا. مع ده كله لكن بيحتاج للآتي: أولا يعني بإعادة الثقة المتبادلة بين كافة أطراف المجتمع الإريتري والمعارضة. اثنين، التركيز على الشعب، خاصة إقامة هيئة مشتركة لتنظيم الجماهير في المهجر وجذبها في نضال المعارضة. وثلاثة، الاستماع إلى رأي الشعب. فأربعة، الاعتراف المتبادل
المبني على الاعتراف المتبادل أيضا، فتحقيق الوحدة النضالية وتهيئة الأجواء السياسية للمصالحة الوطنية، تقديم التنازلات المتبادلة، التحرر من الخوف. وشكرا. بإيجاز شديد جدا. يبدو أنه أولا أن نشكر المتحدثين، وأشكر كذلك بشكل خاص السفير محمد نور أحمد، لأنه ما قالوا كلام مهم جدا ويعبر عن الساعة. أنه ما قاله المتحدثين هو ما يقوله الجميع بشكل أو بآخر بعبارات مختلفة، ولكن يبدو أنه الساعة في رأيي الشخصي يبدو أنه الساعة وصلت، الظروف ملائمة والناس أصبحت تتحدث نفس اللغة، وبالتالي إيجاد آليات للخروج من الأزمة هو موضوع الساعة. فالجميع تحدث عن ضرورة إيجاد الأرضية السياسية المشتركة التي ينطلق منها العمل المعارض. إعادة ترتيب الأولويات فيما يمكن تحقيقه الآن وفيما يمكن تحقيقه غدا، باعتبارنا دولة يمكن بعد أكثر من 6 عقود من العمل النضالي المتواصل، يعني الأجيال الموجودة هنا في داخلنا حتى خير تعبير عنه، وأكيد عندنا إشكاليات كثيرة. الموضوع الرئيسي يتعلق في تحقيق العدالة والمشاركة السياسية وسيادة القانون، وكل هذا لا يتم إنجازه ما لم نزيل النظام الذي تسبب في عدم قدرتنا من تحقيق ذلك. وبالتالي إعادة ترتيب أولوياتنا تهدف إنجاز الاستراتيجية الناجعة، والمشاركة الشعبية الانتباه لها، التحدث بصوت، يمكن هذه بالتقنية ما قلتها، التحدث بصوت موحد أمام العالم يجعل من هذه المعارضة شريك في أي رسم سياسات دولية وإقليمية تجاه منطقتنا وتجاه إريتريا. فالمشاركة الشعبية وخصوصا مشاركة المرأة يعني من الأشياء الضرورية. إعادة ترتيب الأولويات يبدو هذه هي المحاور الرئيسية للمتحدثين، والآن أترك المجال للمداخلات، ويا ريت كل واحد يتكلم في هذه المواضيع اللي مطروحة، ولو ما تجاوزنا 3 دقائق يكون مفيد. وشكرا لكم. في حسقتاتنا عملت غربو في مسكن زرزرو محجون انتهت دخمتاتنا تبايدو. باختصار الصراحة مع الذات، الوقفة مع الذات والصراحة والاعتراف بنقاط الضعف. أعتقد هذه بإيجاز حديث الأخ قليسوس، وطرحها أمام الشعب، لأن هناك يمكن 21 نقطة قبل كده حوار القوى السياسية كان حددها باعتبارها نقاط الضعف للقوى المعارضة، ولا بد من طرحها أمام الشعب حتى الشعب يبدي ويعرفها، ونوري الشعب أنه عارفين بقصورنا. أعتقد هذه بإيجاز. كمان مثلين حتى خديجة.
بشير. ايوه انا حبيت اقول انه الكلام اللي قاله والزيتون نحن دائما في المقاومه والمعارضه نبني ونبدا من جديد. امس كنا نساب تمام، اليوم نعمل النتيجه والدروس اللي بناخذها منها تمشي، وبعدين نسال الندوه الجايه كأن الندوه دي ما حصلت، كانها ما حصلت. فنحن لازم نبني في الكلام اللي قالوا مثلا المقاطعه 21 موجود وفي اشياء اخرى. خلينا نحن نستصحب الندوه دي، نبني على الجديد وندمجه مع الجديد لو في اضافات ونمشي لقدام الباقي مع الاعتراض على كم ورحن صحين برقلي قالكم يسحر لبي أمن اللي سعد عزنحكم كرتة نتلاتي مساكم يكسب مقابري مساكم يكسب مقابري أبقى ساعة سمي مسيلك سنحيت كبت سنحيت قليلي سقر عادي بسمر حليبك عسى خوين بحرين صفيفك كنقرون السلوز حالفك كم ورحن صحين برقلي قالكم يسحر لبي أمن اللي سعد عزنحكم كرتة نتلاتي مساكم يكسب مقابري مساكم يكسب مقابري. اولا الاوراق اللي قدمت بشكل عام لامست الواقع، نتكلم بشكل عام عن النظام وقوته وجوانب ضعفه ايضا، لكن ما يهمنا هو حسب نحن كمعارضه وطنيه اريتريا بجانب السياسي والمدني. انا اعتقد جربت كل وسائل تجميع المعارضه، هو اللي يفضل ايش هو؟ يعني انه تعطل لانه اتفاق حد ادنى هو اصلا يجمعنا. ممكن في اطار هذا الاتفاق حد ادنى وفي اطار مظله واحده ممكن داخله كتل سياسيه تكون موجوده المتقاربه، بمعنى انه البرامج المتقاربه ممكن تهيئ ارضيه لما بعد سقوط النظام او لما بعد المرحله الانتقاليه. لكن الان نحن كاريتريين نعمل كلنا من اجل تغيير احداث تغيير ايجابي او ديمقراطي في اريتريا. انا ما اعتقد حيكون في بديل غير انه نعمل يعني في اطار مزله واحده. هذه المزله كيف ننشأها؟ هذا يترك لحوار شفاف يعني بين القوى، لانه في مؤسسات انت عملت مثلا زي مؤسسه المجلس الوطني يعني، هذه ما جات من فراغ وكلنا شاركت فيها. ممكن هل لبت كله اللي كنا نحن عاوزينه؟ ده موضوع قابل للاختلاف بالاراء فيه يعني. لكن انا اعتقد اهم شيء نركز في المؤسسه. مثلا في اريتريا اليوم في نظام سياسي في دوله اريتريا، نحن اذا النظام السياسي ده فشل ده ما يعني انه هذه دوله فاشله نقول يعني، لكن نحن نحاول ترميم ما توصلنا له من خلال ملامسه مكامن الفشل في هذا العمل ده. لذلك انا ميال او نحن ممكن قد ميالين لمساله انه الحفاظ على هذه المؤسسه، لكن انه تدخل مؤتمرات باسلوب يكون في توافقي، وايضا بما يسمح من تكتلات سياسيه داخله. التكتلات السياسيه دي تكون على اساس البرامج، على اساس برامج سياسيه واضحه في توافق يكون موجود وكتل واضحه تدخل. من ثم ممكن انا اقول انه هذا المجلس او هذه المظله الوطنيه الجامعه دي او اللي نحن نتمنى تكون جامعه يكتب لها النجاح. تفضل يا شكرا جزيلا. انا اعتقد بصوره مختصره ما قيل كله بشكل عام مفيد، ونحن يمكن سنوات عديده جدا نكرر هذا الكلام، ولكن فعلا تنقصنا فيه الجوانب العمليه زي ما تفضل السفير محمد نور احمد. نحن حقيقه الان عندما جينا هنا جينا بشكل مفتوح يعني،
والجهة المنظمة أيضا أنا أعتقد حددت لنا هذه الأشياء. وبالتالي الآن المطلوب أنا أعتقد مش البحث عن آليات قبل أن نبحث يعني القضايا الملحة اللي نحن نحتاج لها الآن. قضية المزلات والأشياء عملنا فيها كثير، وحتى الآن هي في تجربتها في محكة. لكن أنا أعتقد المطلوب الآن في هذه المرحلة من خلال تحديد قضايا ملحة الآن لها تأثير على واقع بلدنا مستقبلا، نحدد هذه القضايا ونتفق عليها ونوحد حولها مفاهيمنا. من ضمنها مثلا توحيد الخطاب الإعلامي. إذا اتفقنا على هذه الأشياء تكون مهمة جدا يعني. نتفق على هذه المرحلة الخطوات والإجراءات سنقوم بها سويا مع بعض. نتفق على المرحلة الانتقالية الخطوات والإجراءات والقواعد التي مفترض أن نحن نقوم بها في قضايا عامة، كما كان يقول في الصباح عمنا أبو علي الكليات. نحن هذه القضايا الآن أنا أعتقد في نظري أنه تشخيص الحصل الآن للنظام ولنا قد لا يكون كافيا، وحتى نحن عشان نقوم بعمل مع بعض قد لا يكون كافي الآن من خلال طرح هذه القضايا، لأنه نحن ممكن نتفق في الكليات لكن قد لا نتفق في التفاصيل يعني. فبالتالي الآن الحديث أرجو أن لا يجرنا إلى اتجاه أنه نحن نعمل مزلات أو نمشي في الجوانب العملية اللي هي كذا كذا إلى آخره. أنا أعتقد الجوانب العملية هي الآن إنه نحن نحدد قضايا ملحة جدا الآن ضرورية، ما كنا نتكلم الآن في ترتيب الأولويات يعني. إذا الآن فلنحدد من الأولويات إنه نحدد قضايا ملحة لها تأثير وواقع على شعبنا ووضعنا وفي بلدنا، دي واحد تكون. وبعد ذلك نحدد لها الخطاب الإعلامي المفترض أن يكون في هذه المرحلة الحالية الآنية يعني. بعد ذلك نشوف القضايا اللي نحن نحتاج لمزيد من الحوارات ومزيد من استكشاف وضعنا وأوضاعنا وأنفسنا وعلاقاتنا ببعضنا وثقتنا يعني. فنحن نحتاج مزيد من الحوارات. أرجو أن لا نقفل الموضوع في كلمتين ثم نمشي لجوانب عملية وكذا. شكرا. تولد دحريو من كتاب. توصيت حجيزي استمروا لنا عن الريفين في أقدمون في على السيارة ويكحوت زي عمل مليوش الذي تسأل دايما تتحمس ربع يعني تحسس ربع حلو تسأل زي ثلاثة زي مثلا الذي في مكبوبان من نسبة بلوز حلو كون نفعل باختصار شديد الكلام قاعد يتكرر كثير. الغائب هو الجدية في التعامل مع القضايا. خلينا نشوف ما هي أسباب غياب الجدية وكيف ممكن إدخال العامل الجدية في عملنا. فلو ركزنا على ما يجب القيام به حتى الناس تخرج من هذه الوضعية المأساوية اللي احنا فيها يكون أفضل. أعتقد هذه هي باختصار كلام الأخ. مش كده؟ من كتاب. اوكي. نتيجة تون كمان نسافرون كمان يتودون ساعتها. اوكي. الجزء اللي لا يفعل تقديم لنا فتنا نستدرين أنا هم تقاوم تدرينا وتجزبنا هم الجزء تحتنا سك كابس كرايسيس كمينا. خطابنا السياسي المفروض يركز أساسا مش علينا نحن ولكن على القضية الرئيسية التي تبرر وجودنا أصلا كمعارضة، اللي هو إنقاذ البلد من الهاوية، لأنه الفراغ السياسي هو يؤدي بالبلد إلى الهاوية. فمعالجتنا وخطابنا السياسي المفروض يكون، أعتقد ده أنا كمان رئيس شخصي هو، يا ريت لو نتركز في الحلول. أنا انتهي جبل مدرختي ودي بعد ما فاسلتي عقاراتي عبي أصوات أخبروا تقولون سمعني إتي بايتها للديمقراطية تخلون كفتها بحثي نايم النقطة باختصار أعتقد يعني الجزئية الأخيرة يمكن توجز الكلام اللي قالته وتسقطت. نحن محتاجين خطاب ينظر إلى الأمام وخطاب إيجابي، لأنه ما يعني لا يمكن أن نتوقع
حشد طاقات الشعب، وأن احنا نكرر ما يقوله أعداءنا عننا بأننا ضعفاء ولا فينا جدوى. فده كلام في داخله متناقض هو، فلا بد من صياغة خطاب إيجابي يقدر يخلق حماس في الناس. لا بد خطاب يأسس إلى بناء الثقة وإعادة الثقة والأمل في الناس. أعتقد هذه هي بعدين في مسائل زي الوحدة والتأطير والأمل، هذه مسائل تتكرر كثير، لكن نحتاج نعمقها أكثر كمفاهيم. أنا ممكن يعني في على عجالة أضيف رأيي الخاص. فعلا المسألة بتاعت الوحدة محتاجة مننا إعادة تعريف، لأنه الوحدة حاضرة في العقلية الإريترية بشكل يعني عجيب. كل الناس تتكلم عن الوحدة، تنظيمين يتوحدوا بعد شهرين يطلعوا 3، يعني على عكس ما توقعوه. فأكيد في مشكلة في كونسبت يعني حدنت أو دغمة ريتوهم قبريد لنا لومارتي. المفهوم الوحدة نفسه يحتاج إلى تعريف جديد. وبعدين كمان حتى بشير أعتقد كان قالها، يعني دائما نخلق مظلة، هذه المظلة يعني شعارها تعددية، ولكن هي في حد ذاتها ما تقبل تعددية في داخلها. أعتقد هذا المثال. ففي مشكلة تصالح مع شعاراتنا أو استيعابها. انترنالايز دي قبرنا نقرات كله سلازغيل تنبلو نقرات دحرايا بقبري زرق نقرات يقراجونا لمو لس في حسابات عرينا تشمل القراء مثلا قبل دوز دلو. نقطة مهمة كان قال تسجد إنه هي زي مناشدة، يعني مدرك الآخرين، لكن بالذات مدرك إنه في خلق أرضية سياسية مهمة المفروض تلعب دورها، باعتبار انه انتم مش تنظيم سياسي، لكن في تمهيد لهذه الارضيه انه اللي نقدر نزرع فيها. كلام صحيح. اعلاميا في الإعلام، في التأطير، وفي بلورة هذه المفاهيم، الوحدة، التأطير، الأمل، إعادة الأمل، هذه المسائل. وكذلك لعب دور محايد لتقريب وجهات النظر بين أطراف سياسية. أعتقد هذه المسائل هي اللي تناولتها. إذا في أي واحد عنده إضافة في هذه الأشياء خلي النقاش يمشي في الاتجاه ده إذا حبيته. الحمد لله. منزلنا حدث تعاويز له أي تعاوز الجمهور أصلا يمدون ما يتبايشون منزلنا يسب تعاوزنا نتعاوزنا كلنا الصوامع ما يتعاوزنا مشينا يجرينا الكنس اللي جل نتعاوزنا نعرف جزء حبيت بثلاثة لنا خمسة بس إحنا يبقى حجيتا كلنا صار مع الله زلنا كم يقرنا نحنا الحياة الجنبار يقرنا نزل سرعات الموضوع مكالمة دقلنا عارف نذكر زغل ما سياتنا فحيل زلوا بسنكنا فحمد الله يتقاوموا كلنا نتكلم فوق سلازي يسمع لنا هو الساعة رضي الله عنه لا تنكلنا نسلز لنا إن رأسي كل رأسي التركيز على الحلول أكثر من مناقشة التفاصيل اللي هي متفق عليها. أبو العباس. بسم الله الحمد لله. لا شك أنه الأساتذة والقادة حلوا لتحديد نقاط عبر على أنها نقاط ضعف للنظام ونقاط قوة له ونقاط ضعف وقوة للمعارضة. لكن أنا أريد أن أشير إلى أن إريتريا دائما وعبر تاريخها ولعل يمكن بكثير من الإخوان يعرفوا هذا أكثر مني، دائما تحديد مصير هذا البلد لا يتوقف على عوامل الشعب الداخلية والقوى السياسية. في قوة دولية، في قوة إقليمية، إما أن تنضاف كعوامل قوة للنظام وإما أن تنضاف كعوامل قوة للمعارضة. في وقتنا الحاضر النظام من عوامل قوته يعتمد على تناقضات المنطقة. يجيب إسرائيل من هنا، يجيب إيران من هنا، يجيب السعودية من هنا، يتفق مع السودان، يختلف مع سوريا. واحد من عوامل قوة النظام اللعب على تناقضات المنطقة واللعب على الموقع الجيوسياسي الارتفاعي. دي واحدة من الحاجات منها كمعارضة يجب أن لا نغفلها. الجانب الآخر منها كمعارضة والنظام كلانا مشكلتنا التشظي والاختلاف. هذا العامل دائما المتحدثين يحملوه للمعارضة الارتفاعية.
لكن هو عيب الشعب. أمراض التخلف الاجتماعي وأمراض التخلف السياسي الموجودة في المجتمع الإثيوبي مصاب بها النظام ومصاب بها المعارضة، وبالتالي ما نكثر من جلد الذات دائما. نحن كمعارضة ضعفنا، نحن ضعفنا صح، لكن أضعفنا النظام أيضا، وتجاسينا على الركب زي ما قال. فمن يعلق الجرس الباقي الآن من يعلق الجرس النظام هو المعارضة. إذا في هبة حقيقية، هبة حقيقية في المعارضة وجدية حقيقية واستعداد للتنازل واستعداد لتفهم هموم مكونات المجتمع الإريتري. هموم مكونات المجتمع الإريتري يجب أن نتفهمها نحن كمعارضة كلنا، حتى ولو اختلفت مع هوانا، اختلفت مع برامجنا، لكن هي هوى أو رغبة في مكون من مكونات المجتمع الإريتري، سواء كانت دينية أو ثقافية أو عرقية أو حتى جغرافية. يجب أن نتفهم مطالب مكونات الشعب الإريتري التي طالها الظلم والاقتصاد من النظام. هذه واحدة. الثانية، يجب أن نتنازل أيضا، نتنازل نحن كقوى سياسية بمختلف مشاربنا، يجب أن نتنازل لصالح الهدف العام، لصالح مصلحة الشعب. دائما في القوى المعارضة الإريترية الشيء السائد لقضايا تخص التنظيم ممكن أن تنشق المعارضة، وهذا من العيوب. إذا في قضايا تهم الوطن يجب أن نتسامع على خلافاتنا التحليلية. وأنا أضم أيضا صوت لصوت الأخوان الذين ذكروا تحديد قضايا كلية تهم الوطن، وحدة الوطن، حرية المكونات، احترام خيارات الناس، بسط العدالة، بسط الحرية، إقامة نظام تعددي سياسي. كل هذه القضايا نحن متفقين عليها، لكن للأسف الشديد يعني لما نجي في التطبيق نختلف في حاجات ثانوية، مع أننا نتفق على الحاجات الكلية الأساسية. ودي من عندنا أيضا كمعارضة. دائما خلافاتنا وانشقاقاتنا تجي في تحديد من يقود السفينة، نحدد اتجاه السفينة، نحدد حمولة السفينة، ونستعد للانطلاق. من يقود السفينة نختلف، وبالتالي السفينة تتعطل وتبقى في مكانها أو تمشي بنصف الركاب وهكذا. ما دام نحن عارفين عيوننا إن شاء الله كقوة سياسية يجب أن نعطي هذا الموضوع أفق أوسع وزمن أوسع ونقاش واسع وحوار، ونصل إن شاء الله إلى نتيجة كلية. وجزاكم الله خير وشكرا لكم. Ada khoina we atina day zerigna ye we gmeslemai baani ase atunde ada khongumdo atunde semir laydo bagir bay baani ase atina day ada khoina we atina day zerigna ye we gmeslemai baani ase كنفر دودك يعف مسيلك نسافف عبقلاي عصبيلي كقالب دو فرس تغيري كزرع زعدي حقوس صيري كزرع زعدي حقوس صيري مغمي عندك نخلد علي مرادي عتيك اللبلالي اي تقي شدي فرس كنجن كدكني اي افكنداخل كدكني اني افكنداخل وبلبي لو من كاتر كيسا داس ماي بيتنا ستتنس نيسا كبسر نقلان خبسا حقوسهم كلا نسا حقوسهم كلا نسا كمان بيرا قسائل كنزا سيقنا بيسا مدنكن والقل باركا خمنا بيكي نادر عدواي حقوسي كنقرن
أسي 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 أتنادي 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 هذا القناوي أتنادي سرقنا يوي قم السماي وعني أسي 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 كم ورحن صحين برق ولي قالكم يسعر لبي أمن اللي سعد عزنحكم قرصة نسلاتي مساكم كتاب مقابري مساكم كتاب مقابري أبوي ساعو سماي مسيلي سنحيت كبت حيل قليلي سقر عادي بسمر حليبي عسى خوين بحرين صبيبي كنقرون السلوز حالبي كم ورحن صحين برق ولي قالكم يسعر لبي أمن اللي سعد عزنحكم قرصة نسلاتي مساكم كتاب مقابري مساكم كتاب مقابري أبوي ساعو سماي مسيلي سنحيت كبت حيل قليلي سقر عادي بسمر حليبي عسى خوين بحرين صبيبي كنقرون السلوز حالبي صوت المنتدى. إعلان نيروبي 2015 حول التحول الديمقراطي في إريتريا. 1. تعيش إريتريا في ظل ديكتاتورية استبدادية شديدة المركزية، حيث لا يوجد دستور في البلاد، ولم تجرى أي انتخابات برلمانية على المستويين المحلي والعام، تاركة البلاد دون هيئة تشريعية أو حكومة تتمتع بتمثيل حقيقي. هناك غياب كلي لحكم القانون، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية، وسحق لأي معارضة، والنظام يستمر في سجن وتعذيب وإعدام المعارضين مع الإفلات من العقاب، واقتصاد محتكر أدى إلى حالة من الفوضى والبطالة والفقر المدقع، وأضحى التجنيد الإجباري مفروضا على الكثير من الشباب الذين يجبرون على أعمال السخرة من أجل بقاء واستمرار الديكتاتورية والخوض في حروبها التي لا تنتهي. فلذلك يهرب الشباب بأعداد كبيرة من البلاد، ويخاطرون بأرواحهم بحثا عن الأمان ورغبة في عالة أنفسهم وأسرهم، ويصبحون عبئا على البلدان المضيفة. 2. تتزايد المعارضة للنظام في الداخل وفي الشتات، وبالرغم من الجهود المبذولة للربط بينهما وتشكيل تحالف أكثر تماسكا لمعارضة الشتات، فإنه يتعين القيام بالمزيد والكثير في سبيل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها، والتأكيد من أن سقوطا وشيكا للنظام الديكتاتوري لا يؤدي إلى فراغ سياسي وانهيار داخلي. 3. وعلى ضوئه انعقد المؤتمر الوطني التشاوري في الفترة ما بين 27 و29 من نوفمبر عام 2015 بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث استعرض الوضع السائد في البلاد وناقش بعمق القضايا التالية: 1. نقاط القوة والضعف في النظام والمعارضة. 2.
تحديات ومعوقات تغيير النظام والسيناريوهات المحتملة. 3. دعم الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية. 4. خلق إطار للعمل المشترك ومواجهة التحديات. وإدراكا لحاجة كل التنظيمات الوطنية المعارضة في المهجر والداخل للالتحام حول برنامج عمل سياسي مشترك اتفق المشاركون للعمل معا على: 1. حماية سيادة ووحدة أراضي دولة إريتريا. 2. توجيه جهود كل القوى الوطنية الديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف. 3. استبدال النظام الديكتاتوري بحكومة دستورية. 4. وضع التدابير اللازمة لضمان الانتقال المنظم. 5. التأسيس لهيئة تواصل وتنسيق تعمل على: ألف. صياغة رؤية مشتركة وبرنامج عمل بالتشاور مع المنظمات السياسية من أجل انتقال سلس إلى نظام ديمقراطي. ب. التحضير للاجتماع القادم الشامل لجميع المنظمات المعارضة لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتسريع التحول الديمقراطي. المشاركون في المؤتمر: جبهة التحرير الإريترية، جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، الحزب الديمقراطي الإريتري، حزب النهضة الإريتري، الجبهة الديمقراطية للوحدة الإريترية، حزب المؤتمر الإريتري، حركة الإصلاح الإسلامي الإريتري، الحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية، المؤتمر الإسلامي الإريتري، الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، المنتدى الوطني للحوار. المؤتمر الوطني التشاوري، نيروبي، كينيا، 29 نوفمبر 2015. كرت لبيناها أباي من عدق النفر، كرت لبيناها أباي من عدق النفر، وكرت لبيناها عدنا قلنا حرر، ويوم بالكرت اللف شابنا سنق المبر، ويوم بالكرت اللف شابنا سنق المبر، وحانا بادق النزاع ولا جعد قلنا غمل، أباي نو سكينا قوما توري سمع، أباي نو سكينا قوما توري سمع، كم محيا يتهدن شلع حلا وقمع، وحدة جديدة حد نقمل يا هو أباي نفرح، وحدة جديدة حد نقمل يا هو أباي نفرح، قلنا دحين قبيلنا يا هو قوماتنا نرتاح. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.